يا مرحبا، عدنا من جديد. مبدئيا كده الفيديو ده للناس الانطوائيين بس، لان محدش هيفهم غيرنا. صعب تفهم، وايوه دي عنصريه، انا بهزر، بس الفيديو ده للانطوائيين برضه. انت شخص اجتماعي وعايز تتفرج على الفيديو على راسي، بس ما تعملش صوت. بصوا، الشخص الانطوائي هيحس باخوه الانطوائي هيبقوا فاهمين بعض. انا عارف ان انت فاهمني يا اخو، انا عارف. عمرك شفت كده وانت قاعد على السوشيال ميديا جروب للناس الاكستروفيرت، الناس المنفتحه، الناس المنبسطه، الناس الاجتماعيين؟ عمرك شفت جروب ليهم؟ لا، لان عكس كده بتلاقي بقى الناس الانتروفيرت، الناس الانطوائيه بيبقى لهم جروب كده مع نفسهم، لان هم فاهمين بعض، هم حاسين ببعض، حاسين ان هم اقليه. انت مش هتفهم لانك ما كنتش قاعد في المشروع ومش عارف تقول للسواق على جنب يا اسطى، عشان بس هيبقى الانتباه كله عليك، الاتنشن كله عليك. انت مش فاهم الموضوع ده. طيب انا اقول له دلوقتي ولا استنى شويه؟ طب افرض حد نزل في نفس المكان واحنا الاتنين قلنا على جنب يا اسطى مع بعض، هيكون احراج صح؟ وبعدين انا اول لما اقول على جنب يا اسطى كل الناس هتبص لي. انا عارف انك ممكن تقولي بس ممكن يكون في شخص انطوائي بس بيقول كده عادي، لان ده ممكن يكون السوشيال انكزايتي او حاجه، عنده رهاب اجتماعي او كده، فهو مكسوف يقول او مش قادر يقول عشان خايف من الناس اللي حواليه ومكسوف منهم وكده. ايا كان المسميات ايه، انا مش عايز يعني اتكلم عن مسميات قوي. ايوه انا ممكن اكون بسميه انطوائي او كده، او بحصر كل الكلام ده في كلمه انطوائي، بس يعني كل واحد فاهم. اكيد انت فاهمني، الاحاسيس والمشاعر دي انت فاهمها كويس. انت ممكن تكون قاعد في الحصه، في الدرس، في المحاضره، على مدار سنينك الدراسيه كلها، وفي سؤال بيتسال من الدكتور او الاستاذ ايا كان، يعني بيسال سؤال معين وانت عارف الاجابه، بس انت مش عايز ترفع ايدك، خايف ترفع ايدك وتقول الاجابه، فالاجابه تطلع غلط والاجابه تطلع صح، فتتناقش مع حد فيها، الدكتور يناقشك فيها او المدرس يناقشك فيها. انت مش عايز تتناقش فيها، انت خايف من المناقشه، خايف ينتقد افكارك، مش عايز تخش في المناقشه دي، خايف تطلع غلط فينتقدك فتتضايق، مع ان عادي يا ابني، انت عارف الاجابه، ارفع ايدك وقولها، مش هياكلوك. بس الشخص الانطوائي بقى، انا هنا مش بهاجم الشخص الانطوائي، بالعكس، الشخص الانطوائي ده اخويا وحبيبي، وانا حاسس بيه، فاهمه وعارف كل حاجه هو بيمر بيها، لان انا بصنف نفسي شخص انطوائي. ممكن اكون في بعض الجروبات، في بعض الاعداد، في بعض الاوقات، بعض الاماكن المعينه اللي ممكن اكون عادي وبتكلم براحتي وبعمل اللي انا عايزه في الدايره بتاعتي، في الصحاب بتوعي، مع اهلي، مع ناسي، مع اشخاص معينين، بلاقي نفسي تلقائيا معاهم مش حاسس باي انطوائيه، بس انا بصنف نفسي شخص انطوائي. فبالعكس انا حاسس بيك وفاهمك، انت اخوي، انت ماي بوي، حاسس بيك. بس خلاص بيتك قرب، يعني لازم تقول له على جنب. يعني هتكمل معاه لحد الموقف؟ لا، يعني قول له على جنب. على جنب يا اسطى. في سؤال بيتسأل ممكن ترفع ايدك وتقول عادي، خش وش، خليك كده اللي هو دبش، خليك دبش. انا عارف ان الموضوع يبان الكلام سهل، بس في الموقف معرفش. وانت لو انت اجتماعي او انت اكستروفيرت، يا ريت ما تخش معايا في المناقشه دي. ما تحاولش تبرر اي حاجه، ما تحاولش تقول لي طب ما عادي، طب ما سهله، ما لا، انت مش فاهم حاجه، وعنصريه ومش بهزر. في اوقات احنا كاشخاص انطوائيين ممكن نكون عايزين نقعد في البيت شويه او نقعد لوحدنا شويه، عشان احنا بنشحن طاقتنا بالقعده لوحدنا، مش بنحب نشحنها واحنا قاعدين مع الناس. لا، احنا بنبقى عايزين نقعد كده مع نفسنا. انا هشحن طاقتي، هتفرج على فيديوهاتي، هتفرج على الحاجات اللي انا بتفرج عليها، اسمع البودكاستات بتاعتي، اشحن طاقتي، بعد كده اطلع اتعامل مع الناس. وانت قاعد بقى في البيت تكون قاعد عادي، مفيش اي مشكله. ممكن تكون انت خايف من القعده كتير في البيت، ان هيجي حد من اهلك يقول لك ايه، انت مش هتخرج من البيت ولا ايه؟ انت روح كده اخرج مع اصحابك بتوع الجامعه ولا حاجه. صحاب جامعه؟ انا صحابي كلهم من الجامعه، انا عندي صحاب كتير في الجامعه. سو ساد. رايح السينما لوحدك؟ انت متخلف يا ابني، شوف لك صاحبه ولا حاجه روح معاها. انت بتقول ايه يا اسطى؟ ما ينفعش الكلام ده. نحاول نصلح من نفسنا، يعني نظبط. كميه مواقف محرجه الانطوائي بيعدي بيها ممكن تكون بالنسبه لك مواقف عاديه، مفيش اي حاجه، عادي جدا. ايه اللي حصل يعني في الموقف ده؟ بس هو بالنسبه له كأن انت واقف في الاسانسير وفي ناس كتير وانتوا خلاص لازقين في بعض، عارفين الموقف ده، وفي اكوردنس جدا وانتوا واقفين كده، وفي احراج خلاص لازقين في بعض. هو بالنسبه له جزء كبير من حياته، اي موقف اجتماعي غالبا بيكون كده. في حاجة حلوة بحبها جدا في الناس الانطوائيين، او معرفش يعني الموضوع ده فيا، وان هو بيتعلق بالاماكن والاوقات اللي في الماضي بسهولة. بيحب الماضي او بيحب النوستالجيا، حتى لو كانت الفترات اللي هو قضاها دي يعني ما كانتش احسن فترات. هو بالعكس، ان هو في الفترة دي اللي هي اللي قضاها في الماضي بيكون مش طايق نفسه، بيكون بيقول انا نفسي الفترة دي تعدي، اتخنقت من الفترة دي. بعد كده لما يجي المستقبل ويفتكر الفترة دي، بيبتدي يعمل فلتر للحاجات الوحشة ويبقي منها الوقت الجميل او الفترات الحلوة اللي هو قضاها في الوقت بتاع الماضي ده. فبيبقى شايفها ان هي فتره حلوه، ان الله يا انا نفسي ارجع بالزمن للفتره الجميله دي، والمكان اللي انا كنت قاعد فيه ده كان مكان جميل وانا كنت مستمتع. يعني حياتك ما كانتش حلوه هناك وانت ما كنتش مستمتع اصلا، بس انت دلوقتي عملت فلتره بس للاوقات الوحشه وخليت فضلت الوقت الكويس بس. فانت عشان كده حاسس ان انت متعلق بالمكان، لكن انت مش متعلق بيه. هو كان وقت وحش فعلا، بس الانطوائي وفي، واعتقد يعني عنده وفاء كده. والانطوائي انت ما تفهموش، زي ما قلت لك من شويه، ان انا بصنف نفسي شخص انطوائي، بس ممكن مع الدايره
الدايره بتاعتي اكون عادي، اكون بتعامل عادي، بتعامل بطبيعتي، مش هتحس ان ده شخص انطوائي. عكس لما اكون مثلا مش في الدايره بتاعتي، بكون يعني في حذر اكتر، في هدوء اكتر، في رزانه، اللي هو لا انا بتعامل بهدوء وايه، مش بتعامل بطبيعتي يعني. فالانطوائي انت مع الدايره بتاعته هتلاقيه عادي جدا وبيتكلم بطبيعته وبيهزر وبيضحك وبيقوم وبيعمل مواقف ما تتخيلش ان هو ممكن يعملها لو هو قاعد في قعده تانية او لو هو قاعد في وقت تاني، وقت ما يعني تاني. لان الانطوائيين بحالات، واعتقد ان معظم الناس بيجي لهم وقت كده معين وانا طاقتي خلصت، انا مش قادر اتعامل مع حد، مش قادر اتعامل فعلا. يعني انا ممكن ابدا يومي بطاقه يعني 100%، خلاص انا بادئ يومي 100% نازل بتعامل مع الناس عادي، بتعامل مع اي حد بشكل طبيعي، وعامل ايه وازيك واقابل ده وعامل ايه واخبارك، ونتكلم ونتناقش في اي حاجه وكده. ايه مثلا اليوم عدى منه ساعه، ساعتين، 3، 4، 5، بعد كده انا طاقتي خلاص طاقتي انا دلوقتي بشط داون، دلوقتي انا مش قادر، انا طاقتي خلصت، انا مش قادر اتعامل دلوقتي مع حد. فانا خلاص الشخصيه الاجتماعيه الجميله اللي بتتعامل وقتها خلص، ودلوقتي ميعاد شخصيتي الانطوائيه، طاقتي خلاص خلصت خلاص، مش قادر. فأي شخص انطوائي او شخص بيحس بالحاجات اللي انا قلتها في الفيديو ده، يعني ايا كان، لو انت مش عايز تسميها انطوائي فمفيش اي مشكله، انا بتكلم بس على المشاعر والاحاسيس ايا كانت المسميات ايه يعني. انضم ليا وعايزين يعني ندفوا بعض كده، فمش غلط، انا قصدي يعني اللي هو يعني نتكلم مع بعض، نتناقش مع بعض، احنا ملناش غير بعض اكيد. وانت لو شخص اجتماعي او اكستروفيرت وكده ماشي، مفيش مشكله، ممكن تتكلم معانا ونتناقش برضو، مش هعنصر عليكم. انا دلوقتي ببص على السكريبت تحت عشان خلاص خلص. هو في حاجات كتير مش سكريبتد يعني، ونوعيه الفيديوهات دي يعني ايوه بتكون سكريبتد، بس في نقط معينه يعني النقطه، وممكن انا اسرح مع نفسي كده، وشايف ان دي حاجه حلوه، ويعني واخد راحتي فيها اكتر، انا عايز اتكلم عشان انا متدغدغ، انا متدمر، عايز اتكلم كده. فبس سلام، اراكم المره القادمه. تثبت ليه؟